عندي هون وقية فطر. هلا حنعمل اطيب اكل. بتجيبوا المبرشة وبتبلشوا تبرشوهم بهذا الشكل. هذا خلينا نشوفوا شوي، كثير سهلة، لا بتقطعوهم بالسكينة ولا شيء، على المبرشة هيدي. شفتوا كيف الحبة بتاخذ معها 20 ثانية. انتبهوا ايدكم ما تروح بس. هاي الحبة نرجع نبرشها على هذا الشكل. شايفين ما بتاخذ معنا وقت ابدا. بصلة صغيرة تعالوا معي بالنص، بتقصوها ناعم قد ما فيكن، لانه هلا على الغاز او على النار رح تذوب معنا البصلة. خلينا نقص البصلة عندكم بهي الطريقة حتى الكل يعمل. شوفوا كتير سهلة، بتقصوا البصلة بالنص، بترجعوا بتعملوا لها من تحت هيك، بترجعوا كمان وحدة من فوق، بترجعوا كمان وحدة بالنص، وبترجعوا بتاخدوها بهذا الشكل. شايفين كيف تطلع الحبات معكم مفرومين صغار خالصين. هلا رح افرم البصلة كلياتها. انتو خبروني هلا بالتعليقات شو كان افطاركم. انا عم بعمل هلا شوربة الفطر مع شي طيب كثير. قولوا لي انتو شو رايكم بهيدي الشوربة هلا، وقولوا لي شو عم تفطروا كمان. خليني افرجيكم. شوف هيدي الكفتة بس مع البندورة، طبعا البطاطا المقلية حتيجي على جنب. الريحة بس ناطر اللي يقدم باقي بعد ساعة ونص. شوف ساعة هلا يعني اجي ساعة ونص تقريبا ولا أكثر؟ تقريبا ساعة ونص. يلا ليكوا هلا بعد ما خلصت البصلات رح احطهم على جنب، رح ارجع اخذ حصتين من الثوم. شوفوا كونوا كبار، إذا مش كبار خذوا 3. اوكي، حنرجع كمان نفرمهم، مش ضروري ناعم يعني، بنقصهم بهيدي الطريقة هيك ترونشات صغار. يعني اللي بحب الثوم طعمة الثوم فيه خليهم بهذا الشكل، اللي ما بحب طعمة الثوم في قصهم ناعم مثل ما فرمنا البصلات. هو اوريدي حيروح كلياته على نار، يعني ما حتضر ريحة الثوم او طعمة الثوم قوية جدا. فاللي ما بحب طعمة الثوم في قصهم مثل ما انا قصيتهم هلا، وقوا ما بيأثر. مثل ما قصيتهم صغار مكعبات صغيرة مثل هو. هلا رح افرم عندي هون الحصين من الثوم. خليني اخبركم شغله، هلا انا رح بلش احط لها زيت الزيتون، لاني بتعرفوا ليش رح احط زيت زيتون؟ لاني صايم، ما رح احط زبده. الزبده بالنسبه لي كثير دسمه حتكون على الافطار، فاللي بحب الدسامه كثير في يحط بدل زيت الزيتون شويه من الزبده لحتى تقلوا فيهم البصلات والتومات. يلا خلينا نفوت مع جوا اليوم مع بعض. من بعد ما حمي عندي زيت الزيتون هون، ليكوا كيف صار، حبلش سقط هون البصلات اللي عملناهم مع بعض والتومات. قلت لكم اللي بحبها تكون دسمه اكثر واكثر في يحط الزبده مع الشوربه بدل زيت الزيتون. اهم شيء هون عندكم يكون الزيت حامي لحتى البصل والثوم يتقلوا معكم باسرع وقت ممكن. شفتوا كيف انا هلا قبل ما احط البصل والثوم كنت محمي الزيت قبل بوقت لحتى يتقلوا معي بسرعه. هلا حياخذوا معي على فكره شيء 3 دقائق على النار وانا عم حرك فيهم لحتى البصله تدبل ولحتى الثومه كمان تدبل. شوفوا البصلات هلا والثوم كيف اخذوا هيدا اللون. اول ما ياخذوا هيدا اللون هنبلش ننزل عليهم فطر يلي بلشناهم مع بعض. شايفين هلا حنبلش نسقطهم فوق البصلات والثومات. هلا لحاله الفطر هذا بينزل مي، ونبلش نقليهم هيك، ما تضيفوا اي شيء عليهم، خليكم بس حدهم وقربوهم لحتى الفطر كمان يتقلى معكم. شايفين كيف هيدا الفطر لحاله نزل مي، وهلا عم بقليهم على اقل من مهله. ما ضفت لهم اي شيء، بس حطينا زيت الزيتون والبصل والثوم يلي عملناهم مع بعض، وضفنا فوقهم الفطرات اللي برشناهم. يعني تصدقوا شو؟ ما بخبركم الريحه كيف معبقه بالبيت، ريحه البصل والثوم مع الفطر بس يتقلوا والله العظيم شيء دمار على الاخر. جعت انا على فكره. شايفين الفطرات اخذوا اللون اللي بدي اياه انا، تقلوا عندي كثير منيح. هلا من بعد ما نشفت المي تبعهم، هو اجباري بنزل الفطر مي. من بعد ما نشفت المي تبع الفطر حضيف معهم كريمة طبخ. حضيف تقريبا 150 مللي من كريمة الطبخ. من بعد ما ضفنا الكريمة حنحركهم هيك شوي صغيرة. حارجع اضيف معهم كمان شغلة لحتى ما تطلع كثير دسمة. بتعرفوا الكريمة يعني حطيتها كلها كريمة حتطلع جدا جدا دسمة. فنحن حنعمل شيء انه حنضيف معها شوي من الحليب، تقريبا شي 100 مللي من الحليب.
كامل الدسم او خفيف الدسم ما بتفرق. حطيناهم معهم ونبلش نحركهم كمان على مهلنا. هلا حضيف معهم ملعقة ملح كبيرة، وبرجع حضيف معهم فلفل اسود كمان شوي صغيرة، رشة صغيرة، رح ارجع احركهم. شوفوا كيف عندي القوام صار، يعني بدها بعد شي 3 دقايق على النار لحتى تمسك وحشيلها. بس ليكوا كيف صارت، اللي بحب الفطر حيعشق هيدا الشي، جد ادمان حتصير لإلكم. هلا رح خليها 3 دقايق ورح فرجيكم اياها كيف حتصير اخر شي. شفتوا كيف هون الفطر نعموا على الاخر، حتى الثوم والبصل. صدقوني الريحة ضاربة بالبيت كله. الشوربة انتهت، ليكوا كيف منظرها طلع. شفتوا كيف؟ بس انا ما سكبت لانه بدنا بعد ساعة ونص لحتى نفطر. فرح روح هلا ظبط الاكلات الباقيين، وانا بنصحكم تجربوها هي بدون ما ادوقها لانه الريحة بتعقد كثير. لو مش صايم والله كنت دقتها يعني. ليكوا ليكوا ليكوا. فنصيحة جربوها هيدي واعطوني رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا احفظوا الفيديو عنكم وشيروه لكل رفقاتكم. جدا سهلة واطيب من الظروف اللي بتشتروهم بالسوبر ماركت بدون ذكر اسماء او ماركات يعني. صدقوني اطيب بكتير وصحية اكتر وفريش اكتر وطيبة. يلا سلام.